السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. من هو برونو لاج المدرب المرشح بقوه للنادي الاهلي واللي فيه مفاوضات رايحه جايه معاه دلوقتي؟ يعني انا بكلمك دلوقتي وفيه مفاوضات رايحه جايه معاه. طبعا اخر كلام اتقال ان الاهلي بعت عرض رسمي ب 3.6 مليون دولار، الراجل عايز 4 في الموسم، 4 مليون دولار. فلسه الدنيا فيها شويه اختلافات في موضوع البونص والحاجات دي. بس الدنيا رايحه لاتجاه ايجابي ان شاء الله، ربنا يكرم ويجي. الراجل سي في قوي جدا ومحترم جدا بالنسبه لاسم الاهلي، مش جاي من خلفيه فرق صغيره او مثلا كان بيدرب فرق درجه تانية زي ريبيرو مثلا. لا، الراجل جاي من خلفيه محترمه جدا. الراجل ده درب مين قبل كده يا عم؟ السي في بتاعه ايه؟ درب وولفرهامبتون الانجليزي، درب بنفيكا البرتغالي، درب بوتساجو البرازيلي. 3 فرق اسماء تقيله جدا ومحترمه جدا ولها قيمتها في السوق. طبعا بنفيكا البرتغالي حقق معاها الدوري البرتغالي مره، كاس البرتغال مره، والسوبر البرتغالي مرتين. طيب مع الولفرهامبتون الانجليزي حقق مركز 8 في الدوري، وده مركز محترم جدا ومتقدم جدا بالنسبه لفريق متوسط دوري زي ولفرهامبتون. طبعا الراجل خد مدرب الشهر في الدوري الانجليزي، ودي طبعا جايزه مش بياخدها اي حد، في خصوص انك في 2022 كان معاك في الدوري الانجليزي مين؟ انت كان معاك يورجن كلوب، جوارديولا، كان معاك اسماء تقيله، بوكوتينيو، اسماء محترمه، توماس توخيل كان مع تشيلسي في الوقت ده. فبتتكلم ان هو خدها برده من وسط فطحله. فاهم قصدي؟ يعني ده يبين لك قد ايه هو مدرب تقيل وراجل يعني ليه السي في بتاعه محترم. مع بوتفاجو كانت المرحله صغيره جدا، ما اكتملتش الاسباب ان هو النتائج ما كانتش احسن حاجه. ما كملش معاهم حوالي 3 او 4 شهور وتم اقالته. ايه مشاكل الراجل ده؟ انا مش هكلمك عنه فني دلوقتي، انا بكلمك على الحاجات الاداريات بس. ايه مشاكل الراجل ده؟ الراجل ده بيجي اول موسم بيكون متحمس جدا، وتبص تلاقيه بيكسر الدنيا ويدغدغ الدنيا. يجي مع تاني موسم يبدا في دروب بيحصل، في داون جريد بيحصل لتحت، دايما نازل لتحت. يعني انت اول موسم يجي ياكل النجيله زي ما بيقولوا، يجي تاني موسم يريح خالص. حصل مع مين الكلام ده؟ حصل مع ولفرهامبتون الانجليزي. تتكلم في اول موسم معاهم كان مركز تاني موسم قعد لعب 7 ماتشات كسب منهم ماتش واحد، فراح تمت اقالته طبعا مع سوء النتائج. طيب بنفيكا اول موسم مع بنفيكا حقق الدوري البرتغالي وتفوق على بورتو. تاني موسم بورتو ركبوا، زي ما بيقولوا بمعنى بلغه الكره، ركبوا بورتو، كسب الدوري بفرق كبير وفرق مستريح. فهي دي المشكله الوحيده اللي ممكن تمسكها على الراجل ده. لكن غير كده لا، الراجل كويس جدا، السي في بتاعه قوي جدا بالنسبه للاهلي، شخصيته صارمه جدا ودي اهم حاجه. الراجل ليه تصريح قبل كده بيقول لك انا اهم حاجه عندي تنفيذ اللي انا بقوله لك في الملعب. طالما انا قلت لك روح المكان الفلاني يبقى تروح في المكان الفلاني، باص تبقى تباص، مين يشوط مين يشوط، ما تعكش. فبقول بكل اختصار الراجل ده شخصيته صارمه جدا، قويه جدا. نتمنى يتناول المفاوضات للاخر، وان شاء الله يكون سلسله نجاح مع الاهلي باذن الله.